اهلا اهلا، اتمنى تكونوا بخير. النهارده وحشتوني جدا جدا. النهارده راجعه لكم بوصفه حلوه جدا وسهله وبسيطه. متهيألي لما تشوفوها وتجربوها هتدمنوها. يلا بسرعه على طول نشوف طريقه اعدادها هتكون ازاي. اول حاجه انا معايا طبق فيه ميه، ومعايا اسياخ الشيش او الاسياخ الخشبيه اللي هعمل عليها كباب الدجاج بتاعي. اول حاجه هعملها ان انا هنقعهم في الميه بالشكل ده اطول مده ممكنه، علشان خاطر لما ادخلهم الفرن ما يتحرقوش معايا. بعد كده معايا محضرة الطعام والحاجات اللي هحتاجها في البداية. معايا بصل ومعايا فلفل احمر وفلفل اخضر وملح. كده هنجهز تتبيلة كباب الدجاج. هبتدي اضيف المكونات بتاعتي كلها بالشكل ده. زي ما احنا شايفين. بعد كده هضيف رشة ملح، وبعد كده هطحنهم كويس جدا في الكبة بتاعتي لحد ما يحصل على القوام اللي احنا شايفينه ده. قوام ناعم جدا وجوسي كمان. كده تمام ومظبوط. بعد كده هجيب مصفى وهبتدي اصفي البصل والفلفل بتاعي بالشكل ده. انا عايزه انزل الميه اللي موجوده فيه كلها زي ما احنا كده شايفين. بضغط عليه علشان ينزل الميه بتاعته خالص. بعد كده هخليه يصفي على جنب، وهبتدي اجهز الدجاج بتاعي. معايا هنا من الدجاج معايا ورك مخلي، ومعايا صدر دجاجه كامل، ومعايا كمان قطعه من الليه. بصوا، انا كنتش بحب الليه دي خالص، بس حقيقي لما جربتها في الوصفه دي طعمها رهيب جدا بجد يا جماعة، واختلف الطعم خالص جدا. بصوا، هبتدي ان انا اقطع المكونات بتاعتي او الدجاج بتاعي بالشكل ده مكعبات صغيرة. الاول قطعت الورك، وبعد كده هقطع الصدر كمان بالشكل ده. ده الحجم المظبوط علشان يتضربوا معايا كويس. هضيفهم برضو في الكبة او محضرة الطعام. وبعد كده هبتدي كمان ان انا اقطع قطعة اللية مكعبات صغيرة بالشكل ده. كده تمام. بعد كده كله جاهز معايا، هبتدي بقى ان انا افرمهم او اطحنهم في الكبة بتاعتي لحد ما يكون القوام ده معايا. بصوا، ده كده القوام المظبوط، متماسكة جدا مع بعض وطرية مش ناشفة. انتوا طبعا فيكم ممكن تستخدموا اي نوع، اي قطعية من الدجاج انتوا بتحبوها. ممكن تستخدموا الوراك بس او الصدور بس زي ما تحبوا. لكن انا حبيت ان انا اعمل مكونين مع بعض او اضيف النوعين مع بعض. بعد كده هجيب بولة كبيرة وهبتدي ان انا افضي فيها الدجاج بتاعي، وهضيف معلقتين من الدقيق كبار، ومعايا كمان من التوابل. معايا معلقة كبيرة من البابريكا والكزبرة الناشفة، ومعايا كمان حبهان مطحون، ومعايا فلفل اسود، ومعايا كمان مرقة كنور الفورية ودي بتفرق معايا جدا في الطعم، ومعايا ملح، ومعايا كمان بشر ليمونة صفرة، ومعايا كمان السبع بهارات. معلقة كبيرة من كل نوع. هتلاقوا المقادير والمكونات كلها مكتوبة تحت في صندوق الوصف للي يحب يراجعها كمان. ومعايا كمان نص حزمة من البقدونس، انا فرماها ناعم بالشكل ده. بصوا بقى كده، بعد ما المية كلها اتصفت معايا بتاعة البصل والفلفل، انا هركنها على جنب، هنحتاجها بعدين. وبعد كده هبتدي ان انا اضيف البصل والفلفل بعد ما صفيته من المية كويس جدا بالشكل ده. بعد كده هبتدي بقى ان انا ادعكهم كويس جدا في قلب بعض، التوابل بالفلفل بالبقدونس مع الدجاج بالشكل اللي احنا شايفينه ده، لحد ما تتكون معايا كده والانسجه بتاعتها كلها تدخل في قلب بعضيها وكلها تاخد الطعم. بعد كده كل اللي انا هعمله ان انا هحطها في التلاجة من ساعة لساعتين 3، وممكن ابيتها كمان عادي مفيش اي مشاكل. بعد كده هنجهز الصوص ده. معايا مية البصل اللي احنا صفيناها، هضيف عليها الليمون، وهضيف فصين توم مفرومين بالشكل ده، ومعايا كمان فلفل اسود. وهنا مش هضيف ملح لان انا ضفت اوريدي على البصل والفلفل وانا بطحنهم. بعد كده معلقه كاتشب كبيره، وهضيف كمان معلقه دبس رمان كبيره.
لو حبيتوا تضيفوا صويا صوص مفيش مشاكل، ممكن تضيفوا معلقة كمان. هبتدي بقى اقلب المكونات التحفة دي مع بعض. يا سلام على الريحة اللي كانت طالعة. هقلبهم كويس جدا بالشكل ده كده. تمام، هنخليها على جنب. وبعد كده هجيب الصينية بتاعتي واحط عليها ورق زبدة. وبعد كده جبت الدجاج بتاعي وهبتدي كمان بقى ان انا اشكله. معايا كمان هحتاج طبق فيه مية، وهقول لكم ليه دلوقتي. وبعد كده هصفي السياخ بتاعتي من المية. بعد كده لبست الجوانتي وهبتدي بقى ان انا ابل ايدي من المية، وامسك الاسياخ بتاعتي وابتدي اشكل الكفتة او الكباب بتاعي بالشكل ده. وانا بليت ايدي الاول علشان خاطر الكفتة ما تبقاش ماسكة كده معايا وتلزق معايا. الخطوة دي هتفرق معاكم كتير، لازم تعملوها. هبتدي بقى اشكل الكباب بتاعي بالشكل ده. طبعا اعمله اي بقى شكل زي ما تحبوا. انا الصراحة لما باجي اعمل كفتة او بعمل الوصفة دي بحب اعمل الشكل ده، لما بتستوي بيطلع شكلها حلو جدا. ادي كده عملت واحد، هعمل واحد تاني كمان معاكم. بجيب الاسياخ وابل ايدي بالشكل ده بالمية. بعد كده اخد قطعة من الكباب واوزعها كده على الاسياخ بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بصوا متماسكة معايا ازاي، مش مفرفطة خالص ولا ملزقة ولا اي حاجة خالص. الوصفة حقيقي رهيبة وتحفة جدا بجد. كده تمام، وشكلتها كده تمام. هعمل بقية الاسياخ بتاعتي لحد ما شكلتها كلها بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده تمام. بعد كده هجيب الصوص اللي احنا جهزناه من مية البصل، وابتدي ان انا ادهن بيه الاسياخ بالشكل ده قبل ما ادخلها الفرن. بصوا فرقت معايا في اللون والطعم والريحة خالص. احنا ممكن بمكونات بسيطة او اي افتكاسات جديدة نتعلم حركات جديدة وتكات جديدة هتفرق معانا جدا في الطعم والشكل كمان. كده تمام، انا دهنتهم كلهم. بعد كده هكون مشغلة الفرن بتاعي على اعلى درجة حرارة، واحطه في الفرن على الدرجة على الرف في الوسط. بعد كده جالي فكرة ان انا اعمل تومية سريعة. معايا كوباية زبادي، ضفت لها معلقتين مايونيز، ومعايا كمان مية مخلل الخيار، وضفت له كمان فلفل اسود وملح وفصين توم. برضو زي ما قلت لكم هتلاقوا المقادير تحت مكتوبة في صندوق الوصف بالظبط. هقلبهم كويس جدا مع بعض، وكده جهزت اسرع تومية معايا. سهلة جدا وبسيطة وسريعة كمان. بعد حوالي ربع ساعة من على دخول الكباب الفرن انا طلعته، وهقلبه على الناحية التانية بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بصوا بدأ يتمسك معايا وياخد لون حلو. نفس الشيء هبتدي ان انا ادهن بنفس الخليط على الناحية التانية بالشكل اللي احنا شايفينه ده، علشان يكون الكباب بتاعي جوسي ولونه وطعمه حلوين كمان. بعد كده هدخلهم الفرن يكملوا السوا بتاعهم. وهبتدي بقى اجهز الطريقة او التقديم هقدمه ازاي. انا معايا خبز عربي او خبز شامي زي ما تحبوا، ضفت عليه بقدونس وبصل احمر. وبعد كده هضيف السماق. السماق بيفرق جدا في الطعم مع المشويات او مع البصل، بيدي طعم حلو جدا بجد. بعد كده طلع الكباب بتاعي من الفرن بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وادي التومية وقدمته، وكان الطعم حقيقي والريحة تحفة جدا بجد. الكباب متماسك زي ما احنا شايفين، مستوي كويس جدا واخد لون حلو قوي، وطعمه كمان رهيب رهيب جدا بجد. يا جماعة لازم تجربوه. بصوا انا جربته، وهجربه كمان مع التومية اللي عملناها السريعة. سهلة جدا وطعمها كان تحفة جدا بجد. اتفضلوا معانا. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم، اتمنى ان انتوا تجربوها، واتمنى لو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.